يا ام زين، اهدي. إيه الحمام الحلو دي؟ يا نهار ابيض. سلام ايدك يا ام زين، ربنا يطعمك ما يحرمك. حماتي، انتي الأم التانية، وانتي الحنان، وانتي الأمان. ربي لا يحرمني منك طول العمر. ربي يحفظك وتبقي تاج على راسنا يا حماتي، يا حياتي، يا أمي التانية، يا أم زوجي الغالي. كل عام وانتي بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طريقة الحمام الكذاب، طريقة سهلة جدا. طريقة مميزة وجديدة ومختلفة عن اللي احنا بنعمله، وعن الحمام العادي اللي احنا بنعمله. جربوا الطريقة وشوفوا الوصفة اللي انا هعملها النهارده ويا رب تعجبكم. اول حاجه هنزل بشويه زيت، معلقه سمنه بلدي، واحط عليهم القوانص بتاعتنا واشوحها. وهبدا انزل بعد ما تتشوح وتدبل معايا، هنزل بالبصل. يعتبر بصلايه متوسطه، شوحها برضو. اول ما يعتبروا دبلوا كده خدوا نص سوا، لان القوانص بتاخد سوا شويه عن الكبده. هبدا انزل بالكبده بتاعتي. دي كبده فراخ. هبدا انزل بيها واقلبها، وابدا احط واشوحها معاهم، وابدا احط عليهم التوابل. التوابل اي توابل انت بتحبيها حطيها. انا حطيت جوز الطيب، بشره من جوز الطيب، كمون، فلفل اسمر، لوري، فصين حبهان، فصين كبابه صيني، شويه ملح، تحطي مكعب مرق. اي توابل بتحبيها حطيها، واللي مش متوفر عندك ما تحطيهوش عادي، واللي ما بتحبوش ما تحطيهوش. وعود قرفه لو عندك حطي. وهبدا انزل عليهم بالرز بتاعنا. سلام ايدك يا ام زين، ربنا يطعمك ما يحرمك. ربنا يخليكي لينا يا حاجه ويبارك لنا في عمرك يا رب. ادعوا جماعه لحماتي ربنا يديها الصحه ويبارك لنا في عمرها يا رب، اللهم امين. كده نزلنا بالرز وهنبدا نشوح فيه على الكبد والقوانص زي ما انا قلت لكم، والبصل والتوابل. هشوحه تشويحتين وهبدا انزل عليهم بالميه. الميه نص كميه الميه بتاعه الرز، سوى الرز، عشان احنا مش عايزينه سوى كامل. هناخد نص تسويه بس، او اكتر من نص تسويه بشويه صغيرين. كده خلاص تشوحنا الرز وخد من طعم التوابل والكبد والقوانص. هبدا انزل بالميه عليهم. زي ما انا قلت لكم، يا دوبك مش مغطيه، يا دوبك باين منه الكبد والقوانص على الوش اهوت. يا دوبك انا عايزاه نص تسويه. هغطي عليه واسيبه يستوي نص تسويه زي ما انتوا شفتوا كده، يا دوبك اتشرب. هقلبه تقليبه، واديله كمان مثلا 5 دقايق بالظبط ياخد سوا كمان. هيطلع معاكي اكتر من نص تسويه بشويه صغيرين. ويبدا خلاص كده خلص معايا. هبدا اشيله واحطه في صينيه عندي او حاجه عندي يبرد. وهبدا اوريكم هنحشيه ازاي. لو بتشوفوني على اليوتيوب اعملوا لي الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ولو بتشوفيني على الفيس اعملي لايك ومتابعة عشان برضه يوصلك مني كل جديد. ده الاوراق بتاعتنا ديت الاوراق. الاوراق ديت انا خليها في البيت، طريقتها سهلة جدا. لو عايزين طريقة الخلي بكتبوا لي وانا ان شاء الله اعمل لكم فيديو مخصوص ليها. ده كده الرز بتاعنا بعد ما برد. هبدأ اجيب الاوراق وابدأ احشي الحتة بتاعت الدبوس ديت. ما تفتحوهاش عشان تملوها رز تبقى عامله زي رقبه الحمامه كده. الزور بتاع الحمامه وهي مليانه، والحته بتاعه العظمه اللي تحت خالص ديت بتبقى عامله زي الرقبه بتاعه الحمامه من فوق كده، بتبقى طويله كده زي الرقبه بالزور. هبدا احشي الرز من النص كده، وابدا الم الجلده ديت على الجلده التانية كده، والفهم على بعض كده. وزي ما انتم شايفين يبقى معانا الورك كده مليان رز وشكله جميل قوي. دي كده اول واحده. اوريكم كمان تاني واحده كده هنحشيها ازاي، واكمل الباقي مع نفسي كده واوريكم شكله في الاخر. دي تاني كده واحده اوريها لكم. تفتحيها الاول، تحشي الحته بتاعه الدبوس زي ما قلت لكم تمليها. انت طبعا ما تبقيش فاتحاها من فوق، سايبه الجلده واللحم كده عشان تقدري تحشيها من جوه. لو فتحتيها واتفردت معاكي مش هتعرفي تلفيها، لان الجلده بتاعتها مش هتتلف زي الجلده اللي بره. فتحشيها كده وتبدأي خلاص اتحشت اكنها زي زور الحمامة، وتبدأي تحشي الحبة اللي فوق. طبعا كل ورك على حسب حجمه بياخد رز، يعني انا ما اقدرش اديكي كمية رز معينة تحطيها، الا انتي هتشوفي قدامك الورك بتاعك عامل ازاي ولا حجمه عامل ازاي وهياخد رز. يعني شفتوا الحمامية دي بسم الله ما شاء الله كانت كبيرة، الورك دوت يعني كان كبير فخد كمية رز كويسة.
واهم حاجه الجلد، يعني الجلده ديت انا وانت بتخلي لو عندك الفرخه كامله حاولي تاخدي الجلد بتاعت الصدر. هتلم معاكي وتقفل معاكي الورك بتاعك جامد جميل، وهيبقى زي ما انتم شايفين مش هيبقى طالع منه اي حاجه. هبقى اوريكم ان شاء الله الطريقه، ابقى اعملها لكم مره واوريها لكم. كده بتلفوها وتقوموا برمينها، برمينها عليها كده، ولو عندكم خله من بتاعه الاسنان ديت حطيها فيها عشان برضو ما تتفتحش. انا دلوقتي هحط الورك كده زي ما انتم شايفينه، وهلفه بالاسترتش. طبعا هو ما فيهوش عظم الا الحته، بس الحته اللي تحت ديت يا دوبك عشان بس الشكل، وفي الاخر بتشيليها. كده بلف اهوت. وهبدا الفه كويس من الجناب ومن قدام كده، وهبدا ان انا الفهم كلهم عشان انزلهم في الشوربه بتاعتي ما يفكوش وما ينزلوش اي رز. دي اسهل. انا كنت هحطهم في صينيه في الفرن، بس عشان الوراك الجلد بتاعتها مش كتير مش كبيره، فما كانتش ملفوفه اللفه اللي انا عايزاها. فانا قلت ايه الفها بالاسترتش اضمن عشان تنزل معايا في الشوربه تبقى كويس. بس هي برضو حلوه مش وحشه يعني ايه، بس انا ما كنتش اصلا في نيتي ان انا اعمل حمام. فعشان كده ما خدتش الجلده بتاعه الصدر الا تقريبا في ورك او في وركين يعني. دي كده حبهان وورق لوري وكبابه صيني. واحط بصل، واحط رشه بهارات، واحط طماطمايه. اي توابل انت تحطيها للشوربه حطيها، وتبدأي تنزلي في المية المغلية وتحطي بهاراتك وتغطي عليها وتحطي ملحك وتغطي عليها، تاخد سوا نفس سوا الفراخ العادية. وما بتاخدش معاكي سوا، بتاخدش معاكي وقت قصدي، وتطلع معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتشوفوه زي ما انتوا شايفين كده استوت. وبتطلعيها لما تبرد معاكي خالص. الشوربة شكلها عامل ازاي؟ لما يبرد معاكي خالص تبدأي تحمريه، ما تحمروش وهو سخن عشان الرز اللي في قلبه ما ينزلش. يا ريت وانتوا تتفرجي معايا على الفيديو تعملي لايك واشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. لو بتشوفيني على الفيس اعملي متابعه ولايك عشان برضو يوصلك مني كل جديد. كده شكلهم كلهم هحطهم في الطبق، ولما يبردوا هحمرهم واوريكم شكلهم. انا حمرتهم تحت الشوايه في الفرن. ويا رب طريقه النهارده تكون عجبتكم واستفدتم بحاجه مني النهارده. ولو عجبكم الطريقه اكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي حاجه مني اكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله اعملها لكم. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشوفوا بقى حماتي قالت عليها على الحمام، يا رب يعجبكم. يا ام زين اهدي الحمام الحلو دي، يا نهار ابيض.